في سنة 2014 شركة كوكاكولا عملت إعلان حقق نجاح رهيب جدا، وكانت فكرة الإعلان إنهم يكتبوا أسامي الناس على الكنز. واللي خلى الإعلان ينجح ويكسر الدنيا في وقتها إنه لعب على عاطفة الناس واحتياجها إنها تتشاف، وده بيكون احتياجنا من وإحنا صغيرين. فتلاقي البنت الصغيرة لابسة الفستان وعاملة الضفاير وبترجع لمامتها وتسألها: ماما إيه رأيك فيا؟ شكلي حلو؟ هي محتاجة تشوف نفسها حلوة في عيون مامتها، لأن مامتها بالنسبة لها في سنها ده بتمثل لها العالم كله. وتلاقي الطفل الصغير اللي بيصرخ ويكسر الدنيا ويلف حوالين نفسه، هو في الحقيقة عاوز يلفت نظر اللي حواليه ويتأكد إنهم شايفينه. والسؤال هنا: ليه الإعلان ده نجح جدا؟ الإجابة ببساطة إنه صعب في مجتمعاتنا إنك تكون متشاف أو تتقدر على اللي بتعمله. اللي بيقدم بحث علمي رائع والغرب بيكونوا طايرين بيه ويكرموه وياخد جوائز، يلاقي نفسه هنا غرقان في الروتين ومع عربية 128 بتعطل على كوبري أكتوبر. فصعب إنك تتشاف أو تتقدر على حاجة مفيدة قيمة بتقدمها. لكن في التفاهة اوعى وشك، هتتشاف وهتتقدر وهتبقى نجم النجوم. فهو لعب على احتياجاتنا إننا نتشاف ونحس إننا مهمين. المهم في القصة والإعلان حاجتين: الأولى إنك تكون لسه مقاطع على مبدأك، التانية إنك تحسس الطرف التاني اللي بتتعامل معاه وبتربطك بيهم علاقة، سواء كانوا أولادك، زوجتك، أصحابك، أهلك، إنهم متشافين موجودين، وإن وجودهم ليه قيمة وتأثير، وإن وجودهم مفرح ومبهج وجميل، وتشبع وترضي الاحتياجات البسيطة عندهم. لأنهم لو افتقدوا الإحساس ده البديل هيكون ثمنه غالي قوي، وهيخسرهم حاجات كتير قوي، وممكن يخسرهم نفسهم. وزي ما بنحتاج اننا نتشاف برضه بنحتاج اننا نتحضن، وده مع الناس اللي ينفع اننا نحضنها وبس. ماشي؟ فاهمني انت؟ الدراسات اثبتت ان عشان يكون في نمو صحي ونضج نفسي محتاجين 12 حضن يوميا. الاحتياج للحضن بيكون مزدوج، يعني مش جسدي بس، لا، ونفسي كمان، لانه يحفز هرمونات السعاده ويقوي المناعه ويساعد على ارتخاء العضلات ويخفف التوتر، واللي بدوره يساعد على توازن الجهاز العصبي. وده بيبان من اول علاقتك بالحضن اللي بتكون في لحظتك الاولى من اول ما تشرف الدنيا. والحضن ده بيحسسك انك موجود، مختلف، متميز. الحضن دفع جسدي ونفسي، عامل زي الكمادات اللي بتحطها على جراح حياتك. الحضن وجبة غذائية نفسية متكاملة فيها كل انواع المقويات والفيتامينات النفسية. من الاخر، الحضن هو بديل عودتك للراحة مرة اخرى. يا ريتنا ندخل ما نطلعش. الحضن يعني انت موجود، تستاهل، امان، فرحة، بهجة، طاقة متجددة. الحضن قبول واهتمام وحب وسماح ورضا. تعرف ان كتير من المرضى النفسيين ومرضى الاكتئاب كان السبب في مرضهم احتياجهم للحضن، وانه ما تبش اشباعه من الاب والام من الاساس. ما تحرموش نفسكم من الحضن، ولا ازواجكم وزوجاتكم، ولا اولادكم وبناتكم، ولا اصحابكم وحبايبكم، علشان بعدين ما تدفعوش الثمن غالي. يلا قوموا لأقرب حضن ليكم اللي ينفع ومسموح لك انك تحضنه. ماشي؟ ولو عجبكم الفيديو ابعتوه لحبايبكم، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. يومكم جميل.